كلمتين للحب القديم. كلمتين لازم كل بنت وكل شاب يفهموا، عشان بيبقى فيه مشاكل كتير قوي في كده. يعني ايه في كده؟ يعني انا مثلا بحب واحده من سنه وما قررتش ان احنا نتجوز، ودلوقتي اتجوزت واحده تانية غير اللي انا حبيتها خالص، والتانية دي انا حبيتها برضك وعشنا سعاده وعيال والكلام ده. وكان في مشاكل بين مراتي، ويعني انا معايا بين مراتي وعيالي اللي انا اتجوزتهم بعد الحب اللي انا حبيته الاولاني، انا سبته بقى خالص. لما يجي المشاكل دي لما تيجي المشاكل دي وانت متجوز، تقول يا ريتني كنت اتجوزت الواحده اللي انا كنت بحبها زمان. ده غلط، ده غلط. ليه بقى؟ لو انت اساسا اتجوزت الواحده اللي انت حبيتها زمان، هي نفس المشاكل اللي عندك. هتيجي تقول لي لا يا عم هي كانت بتحبني وما كانش فيه مشاكل وما كانش فيه قرف وما كانش فيه، لا 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 لا، مفيش منه الكلام ده والله. المشاكل دي لو في البيت مفيش مشاكل هتحس بملل. لازما يعني تلات ارباع البيوت في الدنيا دي كلها، تلات ارباع البيوت بيبقى فيها مشاكل. المشاكل دي بتبقى عامله زي الملح، زي المخلل على الاكل مثلا، زي الملح في الاكل مثلا. صدقني والله، يعني مفيش بيت مخلي من المشاكل. ولو ما فيهوش مشاكل يبقى في ملل، وخنقه وقرف وحاجات كتير قوي. يا رب تفهموا كلامي كويس. احلى مسا عليكم.